المتخاذل، الأناني، المغرور، المنتهي، الصيوحة. كريستيانو رونالدو اللاعب اللي دايما بيسرق الأضواء بمجهود زمايله في الفرقة وما بيتحركش وبيكتفي إنه يقف قدام الجون عشان يسجل، وحتى دي بقى في ناس بتقول إنه ما بقاش بيقدر يعملها وبيقدم أسوأ مستوى المحترف في الدوري السعودي. ده الكلام اللي دايما بيتقال عن كريستيانو من عشاق ليونيل ميسي وجماهير الهلال. لكن تعال أقولك بلغة الأرقام حكاية المتخاذل اللي ضيع منتخب بلاده وضيع النصر. كريستيانو انضم للنصر في بداية 2023، لعب معاهم 3 مواسم، انضم وهو عنده 38 سنة ودلوقتي عنده 41 سنة، ورغم كده قدر ان هو يسجل 98 هدف في الدوري السعودي فقط، دوري مليان محترفين وفي حراس كبار زي ادوارد مندي وياسين بونو وغيرهم كتير. اللاعب ده في سن 41 سنة وخلال موسمين ونص بس دخل نادي المية، او عشان الناس ما تزعلش فاضل له جونين ويدخل نادي المية، ولحد دلوقتي لسه الموسم ما خلصش. واللاعب الاناني قدر يصنع مع النصر 22 تمريرة حاسمة، واللاعب المنتهي قدر ان هو يسجل 14 هدف في مشاركتين في دوري ابطال اسيا، ده بالاضافة ل 25 هدف في بطولات ودية ومباريات غير رسمية. والمتخاذل او الصيوحة رغم انه حقق كل البطولات والارقام الممكنة وغير الممكنة، فهو الهداف التاريخي لكرة القدم ب 969 هدف، ورغم عن كده لسه بيزعل وبيحزن على اي بطولة سواء رسمية او ودية ما قدرش انه يحققها. شغفه فعلا ما بيخلصش. رونالدو مع النصر في موسم 2023 2024 كسر الرقم القياسي لهداف الدوري ب 35 هدف، وفي موسم 2024 2025 بقى هداف الدوري ب 25 هدف، وفي موسم 2025 2026 اللي لسه مستمر لحد دلوقتي مسجل 24 هدف. وعشان كده في الحقيقة احنا مش قدام انسان عادي ولا مجرد لاعب كرة اسطوري ولا حتى ظاهرة، احنا بنتكلم عن تجربة انسانية عميقة وكائن اعجازي اسمه كريستيانو رونالدو. لا السن ولا المجهود البدني ولا حتى النجاح قدر يحط حدود لاحلامه وطموحاته. وانا عارف ان الحياة بتوجع، فلو عندك رقم واحد يرد على اللي قلته اكتبه لي تحت في الكومنتات.